بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاؤنا اليوم مع الأستاذ غسان علي عثمان، وأيضا ستكون السهرة هي بالحقيقة سهرة سودانية وإن كانت يعني فكرية. هي الحديث، أنا أتكلم عن الحديث حوله سيكون حديثا سودانيا. الكثير وأنا كنت منهم يعني ولا زلت تقريبا بعدني مبتدئا في هذا الجانب. الكثير يتصور أن السودان بمفكريها تعيش من زاوية عن الشأن العربي وعن الشأن الإسلامي. يعني ربما الجميع يعرف الطيب صالح ويعني الإنجازات الأدبية الموجودة، لكن على مستوى الفكر وبالذات الفكر الإسلامي يعني كثير من الناس وأيضا من الباحثين يتطرقون إلى هذا الجانب. وبنظري أن السودان كانت له مساهمة أيضا العميقة، واستطيع أن أزعم أن ما يسمى الآن بالفكر القرآني والتيار القرآني على أقل تقدير أن يعني السودان ساهمت بعمق حول هذا الجانب. ربما أستطيع أن أذكر أنه من أوائل من تحدثوا في هذا الجانب أو يمكن أن ننطلق منه هو محمد طه. على كل حال أنا لا أريد أن أستبق ونقدم في هذا الجانب، فإنما يعني الفرس يعطى فارسه. فالآن إن شاء الله تعالى رايحين نستمع إلى في حوار مثري وإن شاء الله تعالى أيضا ممتع إن شاء الله. وسينقسم لقاءنا إلى، لأن الوقت المحدد حسب ما خبرونا الإخوة، والشكر كذلك للأستاذ بدر ولقناة أنس، والشكر كذلك موصول للأستاذ إبراهيم السلطي وهذا الصالون العلمي. فإن شاء الله تعالى رايح نقسم لقاءنا إلى قسمين. أرجو أنه يعني أن لا نحيف في أحدهما. القسم الأول سيكون حوار بيني وبينه لنصف ساعة، ثم نترك النصف ساعة الأخرى للحضور الكريم لمداخلاتهم في هذه الساعة التي يعطينا إياها من قبل المنظمين. لا يعني لا أريد أن أطيل في هذا الجانب، ولكن قد جرت العادة أن يعرف بالمحاضر أو المحاور. فسريعا الأستاذ غسان علي عثمان كاتب وباحث وإعلامي سوداني، طبعا سيرته ما شاء الله يعني طويلة، ولكن أحاول أن أقفز على بعض النقاط اللي هي معلومة عن الجميع من مثل الدراسات وغير ذلك، وأدخل إلى الجانب العملي. فهو من ضمن سيرته أنه شغل منصب رئيس تحرير مجلة أوراق الثقافية، وهو كذلك رئيس تحرير مجلة الخرطوم الجديدة، ورئيس تحرير مجلة سمسمة للأطفال. أرجو أني نطقت صحيح سمسمة سمسمة للأطفال. وعمل مديرا عاما لهيئة الخرطوم للصحافة والنشر، ومديرا لمشروع 100 كتاب في الثقافة السودانية، وهو كذلك ناشط ثقافي بالكتابة والبحث مع عدد من مراكز الدراسات السودانية، وقدم عددا من المحاضرات في عدد من الدول العربية حول نقد التراث والعقل العربي، منها المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، سلطنة عمان والمملكة المغربية. وصدر له حتى الآن محمد عابد الجابري نقد العقل وبنية التراث، والعلمانية في نقد العلمانيين، وديكور العويل في معنى السيرة، هوية السودانية، وعنف النخبة. وله العديد من الدراسات تركزت حول سؤال النقد والمجتمع والتاريخ الثقافي والعربي. وبطبيعة الحال له الكثير من الإنجازات والمشاركات
من يعني كفاية. على كل حال يعني نقف، لأن سيرته ما شاء الله ثرية، ونحن نريد نستثمر يعني وقتنا معه. أوكي. فلنبدأ أستاذ غسان. تفضل. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. من المعلوم أن الفكر لا يعمل في الفراغ، صحيح، وإنما له مكان وله زمان كذلك. ونحن اليوم كما قلنا وقدمنا بأننا في سهرة سودانية، فلتكن كلها يعني سودانية. ولنبدأ من السودان ذاته، لأنكم تعرفون أن تاريخ السودان الحديث مر بمراحل، هذه المراحل تداخلت في الحقيقة، وأنا من خلال قراءاتي أجد التداخل حتى في الذهن السوداني غير المتخصص وغير المحرر لها. يعني أتمنى أنكم يعني تختصروا لنا تاريخ السودان الحديث. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شكرا جزيلا، الله يبارك شكرا جزيلا للحضور وللمضيف ولشيخ بدر وكل الأساتذة الكرام. أنا دائما بكون سعيد بزيارة عمان صراحة. الله يبارك. والسعادة حقيقية مش مجاملة يعني وكذا. فشكرا لكم كلكم. الحديث طبعا عن السودان واسع وتشعب بطبيعة الحال، كالحديث عن أي مجتمعات. أي مجتمع عنده أكثر من زاوية ومنظور تختاره لتنظر إليه. يمكن أن تشتغل على التحقيب التاريخي فتذكر يعني جريان الممالك ومش كذا وتعاقبها على جغرافيا ما. يمكن أن تذكر مثلا أحداث كبرى تجري في مجتمع. يمكن. لذلك أنا سأختار الأبسط بدون الإسهاب والتفاصيل، طبعا بأنه نستطيع أن نلامس أكثر من موضوع وكذا. واقع الحال الذين يشتغلون في الدراسات الاجتماعية وفي دراسات ثقافة المجتمعات يعرفون تماما أنه المنطقة الأكثر إهمالا في العقل العربي والأكثر تغييبا في العقل العربي كل مناطق جنوب الصحراء دي، والانشغال كان في مراكز ثقافية بعينها. هذه ليست مظلمة، هذه واقعة تاريخية. ظلت المراكز الثقافية في المشرق، إما في القاهرة، في بيروت، وفي الشام، حتى أن المقولات تجري على ذلك، مش كذا؟ أن القاهرة تكتب وبيروت تطبع، وفي العراق يقولون بغداد تقرأ، وفي احنا في السودان نقول والخرطوم تقرأ وكذا. ففعلا أنا أعترف أنه ليس الأمر هو أيضا تقصير من المثقفين السودانيين في التعريف أكثر بحركة المجتمع، وأيضا التعريف برموزه وبتاريخه الاجتماعي وكذا. من الاسم السودان، هذه الجغرافيا التي ننتمي إليها احتفظنا باسم هو أوسع من هذه الجغرافيا. حينما نقول السودان لا نقصد جغرافيا اليوم، نحن نقصد من البحر الأحمر أو حتى موريتانيا، كل هذه المنطقة تسمى إقليم السودان. هذا في التراث العربي القديم، وبالتالي احنا يعني يبدو انه في النهايه الاسم واقع من حظنا، يعني احنا بس احنا فخورين طبعا بهذا الاسم وكذا. حتى في التراث القديم كانت تقسم جغرافيا آسيا وإفريقيا في العقل العربي في رسالة الجاحظ، يعني مش كده، فخر السودان على البيضان وكذا يعني. فيبدو أنه في مزاجين قديمين في الثقافة العربية بيقسموا الهوية العربية إلى معنيين يعني وكذا. السودان واحد من الدول الذي احتفظ بهذا المعنى الحرج جدا، اللي هو الهوية الثنائية ما بين هوية عربية وهوية إفريقية. هذا من الاسم يعني وكذا. كثير من الناس يخلطون، وهذا مش ذنبهم صراحة، لكن أيضا لأننا لم نكتب كثيرا في هذا الأمر، أنه لم تكن هناك ذاتية سودانية قديمة قبل أن يتعرض لعمليات الاستعمار أو عمليات الغزو يعني وكذا. واقع الحال الحضارة السودانية حضارة قديمة جدا ضاربة في التاريخ، وهذه ليست عبارة يقصد منها يعني اشتغال بالفخر وأننا لا، هو مش مفيد فقط أن تقول بأننا قديم، مش كده يعني. فالحضارة السودانية عندها استقلالية هوياتية، يشهد على ذلك الحضارات القديمة النبتية والمروية والنوبية، ودي حضارات يعني لم تختفي، بل تركت آثار المادية حتى على الأرض. في شمال السودان لا زالت الآثار، الأهرامات في شمال السودان شاهدة على قدم هذه الجغرافيا، ومش قدم على خصوصية هذه الجغرافيا.
وهذا أمر يفصل عن مصر، لأن الحضارة المصرية القديمة الفرعونية كانت حضارة مصرية، وفي مقابلها كانت هناك حضارة سودانية أيضا تسمى في أدبيات التاريخ القديم يعني بالحضارة المروية، وكان لها لغتها وتقاليدها ونظامها، بل أبعد من ذلك كان عندها آلهتها الخاصة. نحن نقول الفرعونية المصرية كانت تتعبد لآمون رع، مش كذا؟ في الوقت الذي كانت فيه الحضارة السودانية تحتفظ بإلهها الخاص وأبا دماك أو رأس الأسد يعني وكذا. فالكاشف حينما تبحث في البري هيستوري اللي هي التاريخ القديم أن كانت في هذه الجغرافيا حضارة قديمة، وهذه الحضارة أنتجت لغة تخصها، اللغة المروية. وواقع الحال اللي بيشتغلوا في السوسيولوجيا يعرفوا أنه إذا استطاعت حضارة ما أن تنتج لغتها، هذا يعني أنها وصلت إلى أعلى مراتب التعبير عن نفسها، أي أنها اختارت أن تعبر عن نفسها بلسان يخصها. فهي وصلت إلى هذه الدرجة، وده كلام كثير طبعا ما نقدر نخوض فيه بالتفاصيل. السودان الحديث الذي عرفناه، السودان الحديث يبدأ السودان الحديث، وأنا برضو تعبير حديث ليس محددا أو يعني إيه المقصود بالضبط بالتاريخ الحديث، لكن نقول أنه ظهرت أولى ملامح السودان الذي تعرف عليه المشرق وتعرف عليه المغرب في منتصف القرن السادس عشر، حينما بدأت أول دولة في السودان نحن نسميها مملكة سنارة والسلطنة الزرقاء في العام 1504. لكن لازم نكون حذرين أنه الذي نسميه أول تشكل للدولة سبقته دول أخرى في جغرافيا الآن هي جزء من السودان. دارفور كحضارة قامت قبل حضارة سنار ب100 عام، وهذه مملكة قديمة قبل مملكة وسط السودان. إحنا الآن نتكلم عن الشكل الجغرافي الراهن ده بدأ في منتصف القرن السادس عشر، حينما اجتمعت قبائل عربية ومجموعات عربية من جهينة وكذا يعني، وكانت اكتسبت اسم العبد الله في السودان، دي المجموعة العربية الكبيرة. نعم. مع مجموعة ثانية توصف بأنها مجموعة إفريقية، وشكلوا أول ما يمكن تسميته بدولة سودانية مملكة سنار. استمرت هذه الدولة والكلام فيها كثير طبعا من العام 1504 إلى أن أسقطت عبر الغزو التركي. وأنا أستخدم تعبير الغزو التركي، لا أقول الغزو التركي المصري، لأن واقع الحال مصر نفسها كانت بنت الغزو التركي يعني وكذا. حكم الأتراك السودان من محمد علي باشا أرسل ابن إسماعيل باشا في 1504 في 1820 بداية الحملة. ثم ظل الأتراك يحكمون السودان إلى أن سقطت دولة الأتراك على يد الثورة المهدية في العام 1885 لتبدأ دورة جديدة في السودان. المختلف عنها أنها دخلت جغرافيات ثقافية لم تكن ضمن جغرافيا الأتراك في حكم السودان، وهذه الجغرافيا شرق السودان وهذه الجغرافيا غرب السودان ومساحة واسعة جدا من جنوب السودان. لذلك يمكن القول بأن المهدية التي بدأت بثورة على مظالم الأتراك في 1881 ثم سقطت، أو نقول يعني استعدنا الخرطوم مرة أخرى في 1885، هذه أولى ملامح السودان الجديدة والحديث، لأنها ضمت مجموعات ثقافية لم تكن ضمن الإدارة التركية التي حكمت السودان. أنا هشتغل بتحقيق سريع يعني حتى ما نجي في كل عشان الوقت يعني. عشان الوقت. شكرا. بعض المهدية التي استمرت يعني سقطت أيضا نحن نسميها حملة كتشر يعني، أو نطلق عليها الحكم الثنائي يعني الحكم الإنجليزي المصري، وأنا أيضا أقول أنه هو اسم الحكم الإنجليزي ليس اسم الحكم الإنجليزي المصري، لأن واقع الحال مصر نفسها كانت تقع تحت قبضة المندوب السامي يعني وكذا، فنقدر نسميها أنها أو ببساطة الخديوية المصرية التي تحالفت مع الإنجليز عادت مرة أخرى للسودان تحت حملة اسمها حملة استرداد السودان، ظنا بأن هذه الجغرافيا كانت واحدة من أملاك الخديوي، وبالتالي وجب استعادتها مرة أخرى لأملاك الخديوي. في 1896 بدأت الحملة إلى أن قضي على الدولة المهدية، ثم بدأنا دورة جديدة في 1899 انتهت بنهاية الاستعمار في السودان في 1956 لتبدأ أولى ما يمكن تسميته بجمهورية السودان التي احنا الآن نتكلم عنها يعني ده تحقيق محطات سريعة. نعم. يعني ما نتوقف كثير عندنا يعني. شكرا دكتور على يعني هذا الاختصار والتوضيح، وان كان يعني حقه يعني ان نمد فيه، ولكن لمراعاة الوقت، لان هناك ايضا حصلت يعني مراحل اخرى من ضمنها انفصال الجنوب، من ضمنها الان يعني الصراع الذي يحصل. لكن دعنا نتحدث كما تحدثنا عن اعطاء نبذة عن السودان او من الناحية التاريخية
دعنا نتكلم عن السودان من الناحية الفكرية بالذات. ودعنا نبدأ من ما تفضلت به أنت بالتشكل الأخير، وهو من لحظة الاستقلال، حتى يعني أيضا نحصر أذهاننا وأيضا نسيطر على الوقت. أولا التعليم الحديث قديم في السودان. بدأ التعليم الحديث مع إنشاء أول كلية تذكارية زي ما بيقول الاستعمار للروح غردون، وغردون مستعمر يعني، وكانت تسمى مدرسة غردون التجهيزية في العام 1902. الاستعمار في أي دولة دائما يسعى بأنه يخفف كلفة إدارة هذه الدولة، فينشئ يعني مؤسسات تعليمية محدودة الغرض لتخريج موظفين صغار يستفيد منهم في إدارة مستعمرته. بدأ التعليم في هذه اللحظة في هذه الكلية، انتهت الآن إلى جامعة الخرطوم. قدم هذا التعليم قبل أن يدخل التعليم الحديث كانت القوتين الاجتماعيتين اللي بيسيطروا على الفضاء السوداني إما القبيلة وإما الطرق الصوفية أو التنظيمات الصوفية في السودان. دخول التعليم الحديث أضاف طبقة أو فئة أو جسم اجتماعي جديد نسميه أو كنا نسميه في تلك اللحظة بالخريجين، أي الذين تخرجوا من مدارس التعليم الحديث. فالآن احنا أمام ثلاثة قوى اجتماعية في السودان. القوى القديمة هي القوى القبلية، وده مفهوم تماما لأنه المجتمعات في بدايات تشكلها بتحتكم إلى النظام القبلي بحيث أنه يقوم بأدوار الدولة، يحافظ على الأمن، يجبي الضرائب كذا كأي دولة من الدول يعني وكذا. في مقابل دخول قديم للتصوف. احنا نقول دائما أنه إذا أردنا أن ننشئ أو نجري تحليلا للظاهرة الدينية في السودان فسنقول أنه نحن مدينين للتصوف والطرق الصوفية بتجذير الإسلام في السودان. والغريب في هذه الطرق الصوفية أنها لم تأتينا من مشرق أو من شمال السودان، إنما قدمت من أقصى غرب يعني من المغرب. التنظيم الصوفي هذا الذي حفظ والذي بات مؤسسة دينية في السودان هو مدين بالكامل إلى الطرق الصوفية التي يعني أنشأت مؤسسات الخلوة القديمة أو مؤسسات للتعليم القرآن ومبادئ. ربما للعامل الدكتور العامل المذهبي على اعتبار انتشار المالكية في المناطق هذه. شوف موضوع المذهب ده فيه أقوال كثيرة. أولا الأتراك لما كانت الموجود سلطنة سنار ما كانش في حاجة اسمها مذهب الدولة، ما لم يكن هناك شيء يسمى مذهب الدولة. والتصوف بطبيعة الحال، بطبيعة ده رأيي الشخصي يعني وكذا، ليس محتفيا جدا بأنه يحدد مذهبا واحدا فقهيا لطبيعة تكوين المؤسسة بتاعت التصوف نفسه. افتكر الدكتور بيعرف الكلام ده أكثر مني يعني. والله بعرف الله يحفظك. فده جانب. لكن موضوع المالكية ده ترسيم، يعني الدولة حينما تختار مذهبا فهذا يعني أنها وصلت درجة من الاستقرار، وبالتالي تختار مذهبا معين يلائم الطبيعة الاجتماعية والثقافية للمجتمع. مش كده؟ الأتراك نفسهم ما اهتموا بأنهم ينشئوا. شوف الأتراك دخلوا 1820 ما فكروا أن ينشئوا مدرسة إلا بعد 50 سنة، قرابة 50 سنة ينشئوا مدرسة للتعليم. يعني يبدو أنه ما كان في أغراض بأنه يحولوا هذه الجغرافيا إلى دولة أو إلى مكان. فموضوع المذهب ده جاء متأخر. لكن نعم العقيدة أشعرية. نعم. ومفهوم أنه التصوف، الشيخ بدر بيعرف برضو أنه التصوف القادم من المغرب كله متأثر بالمالكية وبالأشعرية. صحيح. مش كده؟ ده تاريخ التصوف يعني. هذا صحيح. فظلينا إحنا مالكية رغم أنه الأتراك لما جو الحملة نفسها كان فيها فقيه شافعي وفقيه حنفي وفقيه مالكي وبحيث أنهم بيتعاملوا مع جغرافيا مجهولة يعني ما عارفين إيه المذهب الممكن إحنا نتعامل به. ولذلك مثلا ظلينا نعمل بالمذهب الشافعي إلى قرابة 1879، يعني قريب من الثورة المهدية كان السودانيين شافعي إذا أردنا أن نتحدث عن هذا. نعم. الجسم الجديد أو التكوين الجديد الذي دخل بفعل التعليم الحديث بطبيعة الحال أحدث تغيير في عمليات الوعي الاجتماعي تماما. نعم عبر عن نفسه بأنه في العام 1918 أنشأ لنفسه نادي خاص سماه نادي الخريجين، وبالتالي هذا يعني أنه عنده خطاب مخالف للخطابات للقوى الاجتماعية الأخرى، وبالتالي عنده رؤية إما أن تكون متعارضة أو على الأقل يعني ليست على وفاق تام مع الرؤية القبلية لفكرة السودان ولا مع الرؤية الدينية الصوفية لفكرة السودان. الجسم الجديد ده هو الذي يمكن نسميه هو الذي أنشأ التيارات الفكرية السودانية. بدأ ينظم نفسه. لغاية الوقت ده كان هم جملة موظفين، ما كان في، لأنه لغاية سنة 18 حتى فكرة الاستقلال نفسها ما كانت من الشائع في المنطقة بتاعتنا دي. مش كده؟ الفكرة دي بنت الحرب العالمية الثانية يعني إلى أن جاءت الأربعينات يعني، لكن قبل ذلك لم تكن هناك نزاعات
استقلالية في المستعمرات الإنجليزية بالذات غير الفرنسية يعني وكذا. فاللي حصل أنه تيار الخريجين هو الذي بدأ ينظم نفسه أولا. استشعر هذا التيار بأن التعليم الذي يتلقاه في كلية غردون ليس إلا تعليما تجهيزيا لملء الوظائف الصغرى في الدولة. فبدأت عمليات التثقيف الذاتي في السودان. نشأت ما نسميه الأندية الثقافية المصغرة. هذه الأندية قامت لأغراض ووظائف اجتماعية، أنها تستكمل هذا النقص في المعرفة الذي من العلوم التي تتلقاها. هم بيدرسوا إيه؟ حساب وترجمة، كلها يعني أمور وظيفية فقط عشان يروحوا يتعينوا موظفين يعني وكذا. فالعشرينات شهدت أولى الجمعيات، يعني ما يسمى جمعية الاتحاد السوداني، والجمعية دي كانت أغراض الرئيسية أغراض تثقيفية. يعني احنا بنعرف انه السودانيين تعرفوا على الفابيست ولا على الاشتراكيه حينما بداوا يقروا لبرنارد شو وكل الاسماء دي وكذا. فكانوا يذهبوا ويرسلوا وفود الى مصر وكذا ليشتروا الكتب، يعني حتى انهم يبداوا بتثقيف نفسهم. المهم انه هذه الحواضن الصغيره التي بدات بالتثقيف هي ذاتها التي انتهت في النهايه الى تيارات فكريه واحزاب سياسيه. أيوة. هي نفس نعم. يعني الذين قادوا عمليات التثقيف الذاتي هم الذين قادوا عمليات النضال السياسي. ما بنقول انه ما فيش نضال سياسي عند المجموعات القبليه، لكن بالمعنى الحداثي ده فكره ان تنظم جسم ثقافي بدات مع مجموعه الخريجين التي تواضعت في النهايه في العام 1938 لانها انشات لنفسها نادي سمته نادي مؤتمر اسمه مؤتمر الخريجين. النادي كانت اغراض اجتماعيه، يلتقوا الناس الموظفين وكبار الموظفين. لما بات هناك هم ثقافي ومعرفي وتفكير جدي في مستقبل السودان، نشأ مؤتمر الخريجين كرد فعل على اتفاقية كانت هي اتفاقية 1936 التي وقعها صدقي رئيس وزراء مصر مع بيفن وزير خارجية بريطانيا، والتي أوردت عبارة استفزت المثقفين السودانيين أنها تقول أن مصير هذه الجغرافيا منوط بتحسن مستويات رفاه هؤلاء. ببساطة أن المتوحشين إن شاء الله تعالى يعني لما يستحقوا أن ينالوا استقلالهم يعني فالأمر ذا استفز المجموعة الجديدة دي. فبدأت التيارات من هنا، ولو عاوزنا وصفها عشان ما نتحدث تفصيل كثير. نعرف أن الفضاء في عشرينيات القرن الماضي حتى في الغرب نفسه كان أكثر ميلا لثلاثة مستويات من التفكير. كنا بنعرف أن الاشتراكية العلمية باتت تجد لنفسها وجود كبير جدا بالذات في مدرسة فرانكفورت وبالذات في أطروحات الاشتراكيين الفابيين في بريطانيا. كنا نعرف أيضا أنه بعد ذلك تحول تنظيمات شيوعية وتنظيمات يسارية واشتراكية وكذا. كنا بنعرف أنه فكرة الصحوة الإسلامية والجامعة الإسلامية وفكرة العودة كما عمل الأفغاني وكما عمل رشيد رضا وكما انتهت بعد كده في تنظيم عند حسن البنا أيضا كانت تجد حظ، لأنه كلها كانت مشاريع للنهضة ومشاريع لمحاولة التخلص من المستعمر والعودة إلى الخصوصية الثقافية أن تعبر عن نفسها دون عمليات الاستعمار دي وكذا يعني. فالعاوز أقوله ببساطة والثالث الجزء الثالث، وده كان أيضا ملفت تماما، أنه تتعجب أنه حينما أنا مثلا قرأت أصدر صديقنا دكتور بروفيسور معتصم أحمد الحاج محاضر لاجتماعات الخريجين في الثلاثينات. نعم. فمن ضمن المحاضر دي الكتب اللي كانوا بيطلبوا يكلفوا حد روح يا غسان اركب القطر امشي مصر يجيبها لنا. فكنت مستغرب تماما انه طيب مفهوم الماركسيه عندها حظ عالمي الان وعندها تمثلات اشتراكيه وكذا. التيار الاسلامي نعم في وقريبين من مصر يعني متاثر بالازهر وغيره. الحاجه اللي كان انا بالنسبه لي برضه ملفته جدا، يعني مثلا يطلب منهم يروحوا يجيبوا كتب لبعض التيارات الوجوديه في الوقت اللي ما كانش في اصلا تفكير في الوجوديه، لا سارتر كان شغال كويس يعني ولا سيمون دي بوفوار ولا البير كامي وكده. فظهر في فرنسا مثلا في مطالع العشرينات والثلاثينات اللي هو التيار العدمي ده، والتيار العدمي ده هو اللي انتهى الى معنى الحادي في النهايه في الثقافه العربيه، مش كده؟ فكانت كتب مثلا طلبوا مثلا يعني ان ياتوهم، نعم كتاب راس المال لماركس وكذا، لكن مثلا بعض مؤلفات سيرين كريغارد من مؤسسي الوجوديه مثلا وكذا، بعض المؤلفات مثلا لكتب او لفلاسفه مثلا اقتصاديين ليبراليين بداوا يفكروا فكره الليبراليه الاشتراكيه. فاحنا قدام تيار اسلامي وتيار اشتراكي وتيار ليبرالي، وافتكر الوطن العربي كله في النهايه انتهت تياراته السياسيه للمعاني الثلاثه دي. يبدو ان ده بسبب عمليات التثقيف
والتأثير أيضا بالمناسبة التي يعني لأنه إحنا كنا بنعرف أنه ليس كل الاستعمار شر، بالنسبة الاستعمار برضو في النهاية قدم خدمات للمجتمعات العربية دي، بأنه كان كثير من الموظفين اللي بيجوا وكثير من أساتذة الجامعة أو المؤسسات التعليمية وكذا كانوا بيساهموا برضو بأنهم ينشروا مثل هذه الأفكار. فالثلاث تيارات الرئيسة دي يمكن لو وضعت خريطة المشرق تلقاها نعم إما ينتهوا إسلاميين أو ينتهوا ليبراليين أو ينتهوا ماركسيين بتصنيفات الماركسية المتعددة. ده على المستوى السياسي. في تيارات ثقافية ودي طبعا فيها تفاصيل يعني نعم. كثيرة جدا. شكرا دكتور على هذه البلورة للحركة الفكرية التي حصلت في السودان، وكذلك على جذورها وهي عبر ما تفضلت بذكره عبر الخريجين. طبعا حصل نوع من التنافس بين هذه التيارات صحيح. الثلاث صحيح. وهذا التنافس أحيانا يصل إلى درجة الصراع، وهو يعني مع تصارع فيما بينه يعني أيضا دخل في منطقة صراع أخرى وهي السياسة صحيح. ويعني أفرزت للأسف الشديد نوع من المحن إذا صحت العبارة، وهي حتى وصلت إلى درجة الإعدامات. لو تتفضل علينا تبلور لنا كذلك كيف تم هذا الصعود الفكري في السودان عبر مركبة السياسة، وبالذات يعني ما يهمنا نحن الآن أيضا نريدنا أن ننفذ إليه وهو الفكر الإسلامي. أوكي. لأن يعني صح العبارة ربما تخلي عن كثير من المقولات الماركسية والليبرالية أيضا، يعني لا يعني خلينا نقول أنها مهزوزة وجودها في المنطقة وأيضا بالنسبة للسودان. وعندي أنا أيضا أنه نجم الإسلام السياسي بدأ يأفل أو شمسه بالأصح لأنه توهج كثيرا، بدأت يعني تأفل. لو تركز لنا دكتور على تبلور هذه التيارات، ولكن مع التركيز على التيار الإسلامي لأننا نريدنا ننفذ إلى شخصيات التيار الإسلامي يعني وكذا. نعم. يعني قبيل الاستقلال أنا أستطيع أن أقول أنه كان المزاج السياسي العام في الذين يقودون الاستقلال كان مزاج أقرب للليبرالية أكثر منه. نعم. وهذا واضح تماما في الحزب الذي تصدى لعمليات رفع العلم والاستقلال في السودان. لكن التيار اليساري أو على نقول الشيوعية بمعنى مباشر عندها حضور قديم جدا، بمعنى هي نفسها مرت بمراحل تحولات كبرى في السياسة السودانية، وهي في النهاية كانت بتحتقب الماركسية كنظرية اجتماعية. هذا واحد. نعرف أنه الذي انتهى إلى حزب الشيوعي كان في لحظات باكرة في أربعينيات القرن الماضي، بدأ تحت ما يسمى بالجبهة المعادية للاستعمار، شكل نفسه في عمل جبهوي، وهذا دليل على أن هذا التنظيم كان في درجة عالية من التماسك، لأنه أن ينتهي إلى عمل جبهوي هذا يعني أنه استطاع أن يقدم نظريته الاجتماعية والسياسية وأن يشرك آخرين مش كده في عملية التنظيم وكذا. الناس دائما بتعرف من السودان الرموز العامة، يعني حينما يتحدثوا عن مفهوم الإسلام السياسي بين قوسين بيذكروا الدكتور حسن عبد الله الترابي، وحينما يتحدثوا رغم أنه إذا استخدمنا تعبير الاستخدام السياسي كما هو مستخدم في أدبيات النقد السياسي الغربي على الأقل الفرنساوي، فإحنا نقول الإسلام السياسي يضم محمود محمد طه ويضم الصادق المهدي ويضم دكتور حسن عبد الله الترابي ويضم السيد محمد عثمان المرغني، كلهم في النهاية. ليه؟ لأنهم الطروحات السياسية أو النظرية الاجتماعية التي قدمت كانت تستند مباشرة على أطروحات إسلامية. صحيح. فبالتالي الإسلام السياسي ليس الدكتور حسن عبد الله الترابي، الإسلام السياسي كل المشاريع، وفعلا تصارعت هذه المشاريع. وانا استاذ حبوب بدنا نكون عارفين الشكل اللي بتحصل بين مشروع الصحوه الاسلاميه والجمهوريه الاسلاميه والجبهه الاسلاميه وكذا يعني، لكن ده لاحقا مش مع بدايات العمل. لكن عاوز اقول انه هذا التيار اللي انا بوصفه انه تيار ليبرالي، والذي قاد عمليه الحكم الذاتي ورفع العلم في 1/1/56 كان مواجه بتحديات. اهم هذه التحديات هو الطائفيه السودانيه، اي الطوائف التي كانت بشكل أو بآخر تشكل ثقل جماهيري كبير كطائفة الأنصار
التي انتهت التي خرج منها حزب الأمة، وكطائفة الختمية التي خرج منها الحزب الاتحادي أو الأحزاب الاتحادية المتعددة كده. القوتين ديل المرغني سيدنا حسن المرغني، سيد علي المرغني والسيد عبد الرحمن. وينجت باشا هو اللي تولى الحكم بعد كيتشنر في السودان. أنا وقعت على وثيقة بعت وينجت للورد كرومر في مصر، قال له هذه الجغرافيا معقدة وأنا ما بعرف دي القبائل ولا. قال لي شوف أنت قدامك مجموعتين أساسيتين، المجموعة القبلية ومجموعة الطوائف الدينية. استبعد السيد عبد الرحمن من الأنصار لأنه في النهاية هم قضوا على أبوه يعني على المهدية وكذا، لكن بعمليات كثيرة في التسويات السياسية بقينا قدام قوتين طائفيتين تملك جماهير واسعة جدا وفي نفس الوقت بمعنى أنها تتحكم في المجال السياسي. وأول ما واجه الليبراليين ديل في بدايات حكم للسودان قوة الطائفية بتاعت الأنصار وبتاعت الختمية. فالأحزاب الحديثة أو العقائدية، نستخدم التعبير الدقيق. لما نقول حزب عقائدي بنقصد اليسار لأنه عقائد، نقصد الإسلاميين لأنه عقائدي. لغاية الوقت ذاك هم كانوا يعملوا في أوساط النخب، وبالتالي ما بيملكوا عدد من الجماهير. وانت بتتكلم عن أمية، بتتكلم المجتمعات العربية دي في الثلاثينات والأربعينات في مجتمعات كان 70% منها أمية يعني وكذا. فما كان في حضور سياسي للأحزاب العقائدية، في حراك، في تشكل، في تكون، في محاولة إنتاج خطاب سياسي، لكن ما فيش حضور بالمعنى الاجتماعي، أي أنهم يستطيعوا أنهم يدخلوا ينافسوا يعني الطائفية ولا ينافس الأحزاب اللي موجودة وكذا. الصراع، أول مظاهر الصراع يعني أنا بالنسبة لي كانت فترة الستينيات. ده المصهر الذي بدأ فيه الصراع ما بين اليسار وما بين اليمين. أول خلاف أو أول مظاهر هذه الصراع انتهى حكم الفريق عبود الذي حكم السودان، سلمته الطائفية الحكم. ممكن يختلفوا معي الناس مش مشكلة يعني برأيي، سلمته الطائفية الحكم يعني في 58 ثم سقط في نوفمبر 58 ثم سقط بثورة شعبية في 1964 في 21 أكتوبر. ثورة عظيمة. ثورة عظيمة. ايوه ثورة عظيمة. دي أول ثورة في المنطقة دي كلها يعني، نتكلم عن تاريخ الثورات. دي أول ثورة في أكتوبر يعني، لكن قبل قلت أنه في النهاية إحنا مغيبين مش موجودين يعني وكذا. فترة السودان من 64 إلى مجيء النميري كانت كاشفة إلى تراجع الطائفية وصراعاتها مع بعضها البعض وصراعاتها مع التيار الليبرالي إلى صراع ثنائي بين الإسلاميين واليساريين أو نقول الإسلاميين والعلمانيين. وبدأ هذا الصراع في العام 65 حينما اختلف البرلمان حول ما الدستور الأنسب لحكم السودان. كان التكتل العقائد الإسلامي يرى أنه دستور إسلامي، وهذا الأمر فيه الدكتور التراب الله يرحمه وفيه السيد الصادق المهدي الله يرحمه وفيه المراغنة كذلك يعني، في مقابل الشيوعيين والبعثيين والقوميين والمجموعات اليسارية الثانية أنه الجمهوريين إلى هذا الحد لم يظهروا. لا يعني حضور كبير، لا يعني حضور كبير لأنك أنت أيضا بتتكلم عن مجتمع ديني. نعم. احنا الآن مثلا في السوسيولوجيا بنقول، ولكن أيضا بالنسبة للجمهور أقصد هنا طبعا الحزب الجمهوري الذي قاده محمد طه أو الإخوان الجمهوريين أيضا هو كما تفضلت أنت هو منزعه، حتى هو منزعه إسلام سياسي. بس الجمهوريين أو يعني حالة خاصة. أنا هتحدث حديث مجرد بدون أي أحكام. نعم. واقع الحال أنه ما بقدر أسمي تنظيم سياسي أضعه في نفس الخط مع الأحزاب العقائدية الكبرى في السودان. نعم دي حركة ختمية والأنصار. لا الأحزاب العقائدية أقصد أنه اليسار واليمين. نعم. لأنه محمود لم يكن على وفاق لا مع اليمين ولا مع اليسار. نعم. وبالتالي موقعه خاص يمكن نتحدث عنه يعني نعم. بالتفصيل في خطنا، لكن عاوز أقول أنه يعني تفجر الصراع في العام 65. احنا بدأنا الديمقراطية بعد سقوط الحكم الديكتاتوري في 64 وكانت ماشية بشكل طيب جدا جدا، وفجأة الذين قادوا عمليات إسقاط الحكومة هم الذين انتهوا إلى الخلاف السياسي الكبير حول الدستور واستخدموا الديمقراطية لأغراض غير ديمقراطية، بأنه مثلا طردوا أعضاء منتخبين من اليسار من الحزب الشيوعي، انتخبوا للشعب يعني مش جو مزاجهم يعني، طردوا من البرلمان بحجة أو تحت تسمية نسميها يعني أدوات إقصاء استخدمت الدين بحيث أنه دي الكفار يعني، ما تعرف في الوطن العربي أنه الشيوعيين كفار، الشيوعيين كفار مش عارف بتاع وكذا. فالصراع ده بدأ في هذه الفترة. إذا دارس العلوم السياسية عاوز يعرف تشكلات الصراع ما بين اليمين واليسار في السودان، فعليه، وده تقديري أنا الشخصي يعني، من سقوط عبود
طبعا في مظاهر قبل، لكن دي الفترة اللي هم كانوا موجودين في المشهد السياسي، وبالتالي قادرين على استخدام أدواتهم السياسية، وبالتالي انتهى الأمر إلى انقلاب سريع جدا من 64 69. دائما صراعات اليمين واليسار في السودان تنتهي إلى دخول الجيش، ودائما اليمين أو اليسار حينما يشعر بأنه خارج الملعب السياسي، وده رأيي الشخصي، ما عنده يعني ما عندوش حل إلا يستدعي من يجندهم في المؤسسة العسكرية ليقوموا له بانقلاب عسكري. دكتور، بالأظهر كان التيار الأظهر إذا صح العبارة يعني الوصول للحكم الديمقراطي هم الأنصار المهدوية، يعني للصادق المهدي، وأسقط بانقلابات في الفترتين، في الستينات وفي الثمانينات، لنخرج من حقبة جعفر النميري بعد ذلك في الثمانينات إلى حكم الإخوان المسلمين. نعم. الحقيقة التاريخية أن السيد الصادق المهدي عليه الرحمة حينما دخل المجال السياسي بعد أكتوبر أو في 64 آخر 63، النظام السياسي الذي كان معتمد في تلك الفترة جرت الانتخابات. بطبيعة الحال الأنصار قوة اجتماعية لا يستهان بها واقع الحال، لكن هي قوة اجتماعية عندها جغرافيا تخصها في مناطق في أسفل وسط وغرب السودان، ده الامتداد بتاع المجموعة دي، في مقابل مجتمعات نيلية حضارية شرق السودان يضمها، دي بتمثل قواعد كبيرة جماهيرية للختمية أي للاتحاديين وكذا. الصادق المهدي انتخب بآليات ديمقراطية تماما، مفيش كلام، وأسقط في العام 89 وسط حكومة الجبهة وكذا. لكن أيضا الصادق لاعب من اللاعبين الذين قوضوا الديمقراطية في السودان حتى نعترف، لأنه طرد منتخبين. أنا مش شيوعي ولا أدافع عن تيار يساري، لكن أن تكون موجود في برلمان منتخب بأعضاء منتخبين ثم تستخدم مسألة التكفير دي ولا مسألة لطرد أعضاء، فهذه لا يمكن تسمى ديمقراطية. اعترف السيد الإمام الصادق، وأنا من الناس الذين أحبهم جدا، بأن الذي فعلناه في 65 كان خطأ فادحا، واعترف وكتب ذلك يعني في كتابه الديمقراطية عائدة وراجحة، قال أنه والله إحنا أخطأنا حينما تعاملنا مع اليسار بهذا الأمر، لأنه عاد وتحالف معهم في فترات تاريخية كثيرة. صراحة الكلام في الاتجاه دي كثير جدا، وإحنا دائما نقول واحدة من متاعب السياسة أنه يختلط فيها التحليل بالرأي، ودي واحدة من المشكلات لازم نحذر منها جدا. أنا قاعد أحاول نجيب دكتور، حتى أنا ما أقول رأيي يعني ما أقول رأيي، أفتح المجال يعني حتى أفتح المجال فقط لو تختم لنا بالحلقة الأخيرة في الموضوع، ويعني وصول عمر البشير بحكومة الإنقاذ، وأيضا العلاقة المتذبذبة بين البشير وبين حسن الترابي وما آلت إليه نعم الأوضاع بعد ذلك حتى الثورة. صحيح. دعنا نقف حتى الثورة، لأن هذا الموضوع أيضا بيطول ويحتاج حديث، ولكن لو تجملنا الحديث حول يعني من خلينا نقول من 89 بعد الانقلاب حتى 19 بين الانقلاب والثورة. والله شوف، ده موضوع طبعا الواحد بيكون حذر في انه يقول فيه اقوال واراء، لانه الفترة طويلة جدا ومحتاجة تحليل. 30 سنة فترة طويلة، وبعدين هي من الفترات اللي جرت فيها تحولات كبيرة جدا جدا في الفضاء السياسي والاجتماعي السوداني. أنا حينما أستخدم تعبير تحولات لا أستخدم التعبير ده بمعنى تقييمي أو حكمي يعني وكذا، لكن الذي جرى أمامي في الظاهرة الاجتماعية كان شديد التعقيد. الذي حصل ببساطة أنه، أو ده رأيي الشخصي، الانقلابات العسكرية في السودان التي جرت قام بها المدنيين بواسطة ذراعهم في المؤسسة العسكرية. لم يقم الجيش منفردا بعمل انقلاب عسكري في السودان. حتى أنا مرة في حوار قبل كم سنة والناس زعلوا مني، قلت أنه لم يحدث انقلاب عسكري في السودان. واقع الحال الصراع السياسي في السودان بين المدنيين والأحزاب السياسية السودانية هو الذي أنتج ال3 انقلابات الرئيسية في السودان، أو ال4 كمان، حتى بتاع برهان ضموا اليوم يعني ضموا اليوم بعد 89 يعني. أنت بتعرف أنه ما بتقدر تتكلم عن تحول سياسي في بلد دون أن تحاول أن تدرس الفضاء الإقليمي بتاعه. أنت بتكون عارف أنه آخر الثمانينات كانت برضو لحظة من اللحظات الحرجة جدا في المنطقة. نحن نتكلم عن أفول الاتحاد السوفيتي، مش كده، ونتكلم عن سقوط جدار برلين،
وبنتكلم عن صعود التيارات الإسلامية حتى الصحوية منها في كثير من، يعني حسنا نقول مثلا، وأنا أتكلم عن دولة ثانية، أتكلم عن دولتي. في دول كثيرة جارة لنا جربت النظرية الاشتراكية في ستينيات القرن الماضي وفشلت، ثم جربت الليبرالية في سبعينيات ومطالع الثمانينات وفشلت، ثم جاء الدور الثالث للفكر الإسلامي ليلعب دورا سياسيا في المنطقة، ومن اللحظة دي جاء تعبير الإسلام السياسي. من اللحظة دي تعبير الإسلام السياسي. فأنا يعني الفترة دي فيها كثير من تعقيدات، أهم ما فيها أنه تعلمنا العلوم السياسية وتعلمنا العلوم الاجتماعية أنه دائما ثنائية القوة والمعرفة لا تستطيع أن تتعايش فترة طويلة. بتعبير سياسي آخر، دائما السلطة والأيديولوجيا عمرهم قصير في كل النظم السياسية، ويعني ممكن نذكر عشرات الأمثلة يعني وكذا. فدي نتيجة طبيعية، لأنه بالمنطق البسيط بتيجي حركة أو تيار أيديولوجي يشعر بأنه الأوضاع في تقديره آلت إلى كذا وكذا، ويستولي على السلطة بالقوة. هو يستولي على السلطة بالقوة عبر مؤسسة القوة واللي هي الجيش، ثم بعد كده تتباين الآراء حول أنه كيف سندير هذا الأمر، فيبدأ الصراع. مثلا العمر قصير جدا بين الأيديولوجي وبين السلطة في دول كثيرة، في مصر، في لبنان، في سوريا، في كل الدول. لو عملت بحث حقيقي هتلقى أنه ما بيتعايشوا، لأنه بعد ذلك بيأتي منطق آخر، في منطق اسمه منطق الثورة، بيريد أن نغير الأحوال، ثم يأتي منطق الواقع، منطق الدولة، نريد أن نؤسس دولة، فيبدأ التباين والصراع. وإحنا لسنا يعني بعيدين من المعنى ده الذي جرى من 89 لغاية وكثير جدا. لكن الخلاف بين عمر البشير، رئيس عمر البشير السابق أو الأسبق، أفتكر مش كده، الأسبق بقى، نعم صحيح، وبين الراحل الدكتور حسن عبد الله الترابي، هو هذا التباين، هو هذا الصراع الذي يجري ما بين رؤية الأيديولوجيين والذين يملكون في تقديره مشروعا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، وبين منطق الواقع الذي يقول أنه الوقت لم يحن بعد للحديث عن نظرية اجتماعية لإدارة الواقع. وده اللي قاعد يحصل في النظام السياسية كلها في الدنيا، بالذات منطقتنا دي يعني يمكن. فالطلاق اللي حصل ده طلاق متوقع واستمر، لكن هو يعني حصلت تحولات كثيرة إلى أن انتهى. أنت ذكرت عبارة مهمة دكتور، موضوع أفول شمس الإسلام السياسي. نعم. أنا طبعا ما بحب استخدام تعبير الإسلام السياسي، لأنه مثلا أنا زول بتاع سيسيولوجي بفهم أنه ما فيش حاجة اسمها إسلام سياسي. في النهاية الأديان كتعبير اجتماعي يعني هي بتحتقر كل الظاهرة الاجتماعية، وهي نفسها بتبقى جزء، هي ليست حكما، مجرد توصيف، لأنه مقولة صحفية جدا، توصيف حتى نعرف فتعبير إسلام سياسي ده ما بيعبر عن طبيعة الظاهرة بأي حال نحو بالذات الإسلام. هو يبدو أنه استخدم هذا التعبير من برسبكتيف، من منظور آخر لا يفهم طبيعة موقع الإسلام في المجتمعات العربية، لكنه موضوع ثاني يعني كده. فببساطة أنه انتهى الحكم ده بثورة كذلك، رغم أن السودانيين عارفين أنه عندي رأي سلبي في الثورات وكده، طوالي بشكلوني، لأنه أنا قاعد أقول لهم أنه أنا عندي رأي أنه دي مش ثورات، لأنه للدقة أنه أي ثورة ما بالمفهوم اللي بنفهمه الكلاسيكي القديم. الثورة مشروع اجتماعي، بمعنى أن على الأقل عندها القدرة على أنها تبني نظرية ما في سياق الذي يخصها. لكن العجيب أنه اللي قاعد يحصل دائما حتى في منطقتنا كلها، تتغير الحكومات ثم ندخل في التيه، عمليات التيه الكبرى. أنا قبل في أيام ثورة 18 دي أتذكر هنا حتى في عمان كان الأستاذ العام الندوة، فأنا قلت لهم أنا لست سعيدا بالذي يجري. فلا أنت ما بتكون يعني كوز ومستفيد وإسلامي وكذا، فتصنيفاتهم بتاعتها. أنا واقع الحال بعرف أنه الذي جرى تحت مسمى الربيع العربي ومش عارف بتاع دي مش ثورات، ده موضوع آخر ما بناقش فيه. لكن انتهى الأمر بكل الأفكار، بكل الذي حصل، يعني أنه سقط النظام بتاع البشير وجاءت ثورة. وهنا في أحداث كثيرة، في انفصال الجنوب، في الحرب في دارفور، في الصراعات السياسية الكبيرة جدا التي جرت في الشرق وفي الوسط وفي مناطق كثيرة من السودان.
الحكم نفسه الذي نسميه حكم عسكري. أنا قاعد أقول دائما أنه السودان حتى حينما استبعد العساكر المدنيين لم يستطيعوا أن يديروا السودان بنظام عسكري، ما قدروا. هم في النهاية بيكون رأس الدولة عسكري، لكن واقع الحال الجسم السياسي ما بيكون عسكري. ودي حاجة فيها كلام برضو، ده رأيي ممكن يعني. على كل شكرا دكتور، حتى أيضا كما قلنا لا نحيف على حق الحضور كما وعدناهم يعني، ويمكن يعني أخذنا بعض الدقائق، ولكن أرجو أن يكون أمام النصف الساعة التي وعدنا بها. فتفضلوا أساتذتنا الكرام، لمن يريد أن يداخل أو يسأل أو حتى يضيف ويعلق. فيعني صدر دكتورنا العزيز رحب. الله يبارك. فتفضل. شكرا أستاذ غسان. يعني هي ملاحظة بسيطة، أنت عندما ذكرت التيارات التي ظهرت في السودان في منتصف القرن الماضي، تحدثت عن التيار الاشتراكي والتيار الرأسمالي أو العلماني أو الليبرالي والتيار الإسلامي، لم تذكر التيار القومي. هل ضمنهم؟ أيوة. فهل كان هناك يعني حضور للتيار القومي؟ وهل تأثر بالثورة العرابية ومن بعد أيضا ثورة يعني الثوار الأحرار أو ضباط الأحرار في مصر؟ صحيح. هذه النقطة الأولى. السؤال الآخر هو يعني دائما يقال بأن للمهاجرين أثرين، أثر في الدولة التي يهاجرون إليها لأنهم ينقلون ثقافة مجتمعاتهم الأم، وأيضا هناك أثر آخر انعكاسي على المجتمعات الأم، بحيث أنهم هم يعني ينقلوا تطلعات الحضارة الجديدة. وهذا ظهر عند الإمام محمد عبده عندما هاجر إلى فرنسا، وقبله يعني رفاعة الطهطاوي. نعم. فهل أيضا ظهور هذه الحركات في السودان هي أيضا انعكاس لحركة الهجرة من الشعب السوداني سواء كان إلى مصر أو غيره من العواصم العربية أو الأوروبية؟ وشكرا جزيلا. شكرا دكتور، شكرا جزيلا. احنا بنستخدم احيانا تعبير اليسار العريض، وده ممكن ادخل فيه لكن طبعا في وجود للتيار القومي، وحتى أن الكتابات القومية قديمة في السودان. أنا ممكن أن أذكر دكتور محي الدين صابر الذي كان وزير للتربية أيام نميري، مش كذا؟ بضعوا واحد من الأعمدة الذي كان فكر الوحدة والقومي ده مسيطر عليه، ولدرجة أنه حينما جاء النميري تم توحيد العلم تغيير علم السودان ليشبه بقية أعلام المنطقة العربية، ثم تم تغيير المناهج السلم التعليمي ليتوافق مع السلم التعليمي في كثير من الدول العربية، عندها تأثير مباشر. لكن أيضا التيار القومي لم يتمدد في السودان، وده تقديري الشخصي لأسباب عندها علاقة بطبيعة الهوية السودانية. إحنا يعني حتى الآن لا يزال السودانيين، خلينا نقول عامة الناس منهم أو البسيطين وكذا، بالله حتى المثقفين كمان مش البسيطين، كثير منهم ما بسيطين، يعني عندهم تفكير عرقي في الهوية. يعتقدوا أنه حينما نقول أننا عرب هذا نقصد به أننا نمتلك نقاء عرقيا ما هو ممتد من الجزيرة العربية انتقل إلينا، رغم أنه الذي يطلع على أبسط دراسات الهوية يعرف أنه ثمة أمرين. يعني الأمر الأول ما يسمى بالحتمية البيئية. هذه الحتمية البيئية سبحان الله ذكر الجاحظ يعني زمان مش الآن، يعني مثلا الجاحظ كان من أوائل الناس المشغولين بالموضوع ده قبلنا كله. يعني الجاحظ كتب مثلا يا دكتورنا في الحيوان أنه الحتمية البيئية التي تتحكم أن تصبح أبيض أو أحمر أو أصفر في الجلد، وأن يصبح شعرك كذا وأن تصبح أنفك كذا وأن يصبح، فدي حتمية بيئية ما عندها علاقة بأن تحدد طبيعة الهوية الثقافية بتاعتك. إحنا لازلنا، وافتكر في دول كثيرة جدا، والنزاعات دي مش في السودان، في المغرب الحديث عن رفض العروبة بدواعي أنها عرقية. في مصر أحمد لطفي السيد في العشرينات كان بيكتب عن الفرعونية الجديدة، إحنا ما عرب، إحنا مصريين كذا. فالنزعة دي في السودان أفتكر مش يعني أنا أعرف سميها حساسية ولا إيه، لكن موضوع العروبة ده
لا زال يرتبط في ذهننا إحنا السودانيين وفي أيضا غيرنا يعني بمعنى عرقي ما بمعنى ثقافي. ولذلك إذا أردت أن تقدم برنامجا سياسيا يقول بأننا نتحدث عن الوحدة العربية أو القومية العربية تحت أي تسمية من التسميات، فلن تجد كثير وجود وحضور وأنصار في مجتمع مشبع بهذه الفكرة. العجيب المجتمعات العربية دي أغلبها تخلط ما بين المعنى الثقافي للهوية والمعنى العرقي للهوية. أنا كتبت كتاب 2015 اسمه الهوية السودانية تفكيك المقولات الفاسدة. من ضمن الفصول في الكتاب فصل اسمه وهم الهوية العرقية. ما فيش حاجة اسمها هناك علاقة بين العرق والهوية. لذلك مثلا زي تيار قوميين أقلية جدا جدا لطبيعة، وده رأيي، ممكن يكون في عندي رأي ثاني، لطبيعة الطرح هنا. الناصريين كانوا موجودين في السودان، بل بالعكس نميري لما جاء 69 كان مشبع بالفكر الناصري، وكان القاعدة بتاعته الحاضنة بتاعته من القوميين والحاضنة بتاعته من البعثيين، كانوا مشاركين ويمكن مشاركة خجول، لكن في يعني أو انقلاب نميري نفسه هو كان ترجمة لمعنى قومي ما. وانت عارف انه بعد شويه قذافي بجاي وكان المثلث ده مش كده لما نمتد بعد ذاك رايح العراق ولما نمتد رايح سوريا. فانقلاب نميري بتاع 69 لغايه 85 في بدايته لانه حصلت له تحولات، كان تعبير عن معنى قومي في السياسه السودانيه زي ما قلت لك. والامر بدا كمان يعني بدوا يغيروا يا دكتور. يعني احنا كنا في السودان مثلا من السوق العربيه الدركسون زي الهند باليمين مش كده. نعم. جاوني مالي قال الدول العربيه دي كلها بتسوق بالشمال. في سنه 73 طلع قرار تغيير السياقه بانه تحويل الدركسون من المنطقه. فعندك تجليات يعني تجليات اجتماعيه، وده كله بدوافع قوميه. ففي حضور للمعنى ده وكده. الحاجه الثانيه الدكتور ذكرتها، السؤال الثاني الاول كان على القوميه مش كده. المهاجرين الواقع انه دوله سايكس بيكو اذا استخدمنا التعبير ده هي في النهايه لم تراعي التكوينات العرقية وهي ترسم هذه الخرائط. وده اللي جعل أنه السودان من قديم الزمان بلد هجرات. احنا الآن لما نتكلم عن الهجرة العربية القديمة للسودان ثمت اختلافات كثيرة حتى حول المسار الذي اتبعه العرب في أن يدخلوا السودان. في دراسات تقول العرب لم يدخلوا لا من الشمال ولا من الشرق، قدموا إلينا من الغرب أي من إفريقيا الغربية، من مصر، من المغرب وتونس وكذا وكذا. وده سببه الطريقة الصوفية بتاعت التيجانية مثلا. في ناس بيقولوا عبر ميناء عيذاب بدأت الهجرات. في ناس بيفتكروا أنه الهجرات المصرية العربية في صعيد مصر انتقلت إلى، فباين أنه وفعلا في صعوبة أنك تحدد تواريخ الهجرات، لكن تأثير الهجرات موجود. إحنا بنقول السودان في الأنثروبولوجي 5 أقاليم ثقافية، 5. والأقاليم الثقافية دي في أقاليم إذا استخدمنا بعد الدراسات اللي بتستخدم تحديد الهوية بالمعنى القبلي والعرقي وكذا، هنقوم نقول أنه في مجموعات ذات أصل إفريقي إذا بالمعنى العرقي. وأنا ما بحب لأنه الأمريكي الإفريقي هو أمريكي في النهاية. أنا فاهم هو أفريقي إزاي يعني، لأنه استجلب فتغيرت هويته باستمرار. فالهجرات اللي تعرض لها السودان هجرات عربية من منافذ مختلفة ومتعددة. الأمر ده وضع ميسمه وحضوره في اللغة. احنا الآن التنوع الموجود في السودان أكثر من 537 قبيلة يعني قبل الانفصال وكذا. الرابط الذي يربطها كلها هو اللغة العربية. هذا يعني الهجرات أي هجرة دائما عندها قوتين، الدين والثقافة مش كده، اللسان والدين. دي عمليات التنظيم الاجتماعي. أي عملية تنظيم الاجتماعي يعني حتى الدولة الرومانية لما شعرت بأنه ثم تضعضع ما في تكوين الدولة فاستجلبت المسيحية جعلت الدين الدولة بس كده وقررت وكذا. فالمظهرين الأساسيين لوحدة الشعوب السودانية المتعددة دي بأثر الهجرات وطن اللغة العربية وجعل اللغة الرئيسة، بحيث أنه المجموعات دي عندها لغات الخاصة بالمناسبة التي تخصها. أقصى شمال السودان هناك المجموعة النوبية اللي هي عندها لغة تخصها، في غرب السودان، في شرق السودان، في جنوب السودان. لكن كل المجموعات دي ما بتستطيع أنها تمارس عمليات التواصل إلا عبر اللغة العربية. فده تأثير اللغة العربية. جنوب السودان انفصل كمان، جنوب انفصل. القبائل جنوب السودان نفسها اختارت أن تنتخب لغة عربية تخصها اسمها عربي جوبا. جوبا دي العاصمة يعني، لأنه القبائل عندها لغاتها الخاصة. فأكبر أثرين للهجرة الثقافية، أنا ما بسميها هجرة عرقية، لأنه واقع الحال حتى في الدراسة الاجتماعية احنا بنتكلم عن أنواع من العرب مش كده، عاربة ومستعربة فما فيش نقاء في الأمر يعني. فوضعت الأمرين ديل اللغة والدين، وبعد ذاك
في تمثلات في العمارة، في تمثلات في الزي، في تمثلات في السلوك، فعندها تمثلات، وبالتالي هي عربية تماما في الاتجاه ده. تفضلوا. تفضل أستاذ بلال. شكرا لك أستاذ العزيز، وشكرا لأستاذ خميس على الإدارة الجميلة. أنا فقط عندي ما يتعلق أنت أشرت كأنه القوانين الشافعية هي التي استخدمت في أيام العثمانية الأتراك، بينما عادة استخدمت القوانين الحنفية مثل في الأحكام العدلية، وهي التي صيغت في مصر بشكل كبير. فكيف استخدامهم يعني القوانين الشافعية؟ هذه نقطة واحدة. النقطة الثانية ما يتعلق بالتأثير الصوفي، لأنه السودان هو جانب طرقي يعني محكم صحيح. بشكل كبير، كاد يختلف بشكل عن أغلب العالم يعني. هل هذا التأثير الطرقي حافظ على البعد الأمني والاجتماعي في السودان، وتأثيره طبعا على الجانب السياسي؟ هل هو أيضا كان أقوى من الحزب؟ الجانب الطرقي أقوى من الحزب السياسي في السودان. أيضا ما يتعلق بالتأثير الصوفي على التأويلات التي ظهرت لاحقا، وخصوصا مع محمود طه أو حتى أبو القاسم حاج حمد أو حتى الترابي. صحيح. يعني إذا ما استثنينا المهدي كان أقرب إلى الإصلاحية، الحركة الإصلاحية. تماما. أيوة. السلفية الإصلاحية. أيوة السلفية الإصلاحية. لكن عندما نأتي مثلا الترابي وأبو القاسم حاج حمد كأنهما اقترب أيضا من النزعة القرآنية بشكل واضح، خصوصا القاسم حمد واضح، والترابي في أواخر حياته. أما محمود محمد طه أنا أتصور أقرب إلى التاريخية، ولكنه ذكي، بدل أن يقول هناك عندنا بتاريخية النص قال لا، هناك قرآن مكي وهناك مدني. قرآن مدني. هناك جوهر في القرآن المكي هو المطلق، أما القرآن المدني فهو ظرفي، خلاص انتهى مع التاريخ. فأتصور هو أقرب للتاريخية، ولكنه استخدم أيضا البعد الصوفي. هذه النقطة الثانية. النقطة آخر سؤال ما يتعلق بالأديان. نعم. خصوصا المسيحية عندكم لها تشكل كبير جدا. هل لها تأثير في الجانب السياسي؟ هل هناك خصوصية مسيحية أثرت في الجانب السياسي في السودان؟ هذه نقطة أولى، وأدت لاحقا أيضا لانفصال الجنوب. النقطة الثانية الأديان غير الإبراهيمية أو الأديان الوثنية الكامنة بكثرة في السودان، هل لها حضور في الجانب السياسي؟ هذه أسئلتي. يعني الشيخ بدر بيحسن الظن الجانب السياسي والجانب الثقافي السياسي تأثيره على السياسة. جاوب وبعدين. أنا قبل أن أجاوب دكتور، أنا عجبت جدا بالأسئلة اللي سألتها يا أستاذ، لأنه أنا كان عندي مداخلة للدكتور غسان عن إنه لما ذكر تاريخيا أدانا فزلكة تاريخية عن الدويلات السودانية، لم يذكر بدقة أن المسيحية بقت على الحكم في السودان أكثر من الإسلام الآن. يعني المسيحية منذ 600 ميلادية موجودة في دولتي المغرة اللي عاصمتها دنقلة في شمال السودان، وعلوة اللي في وسط السودان، المنطقة بتاعت الخرطوم الآن سوبا. نعم. كان في مملكتين مسيحيات وزالوا بالاتحاد بين العبد الله اللي ذكرهم الدكتور والفنج في دولة سنار المعروفة، أول دولة إسلامية في السودان اللي بدأت سنة 1504. بينما يمكن أن يكون المسيحية موجودة في السودان ل 900 سنة، بينما يدوب نحن أكملنا 500 سنة قريبا. فأكيد المسيحية عندها أثر، وأثر هذا امتد. أنا شخصيا رأيي إنه الطرق الصوفية في السودان والطريقة اللي شكلت بها الطرق الصوفية هي جزء من المسيحية، لأنه حتى الاستراكشر اللي موجودة عندنا شيخ ومقدم وإنت بتمشي للشيخ، الشيخ يمكن أن يعني يتوسط لك بين العبد وبين ربه. هذه من صميم المسيحية وليس الإسلام. الإسلام
كان القرآن كان دائما يتحدث لسيدنا محمد قل يعني يسألونك عن كذا كلهم كذا، يسألونك عن كذا كلهم كذا، إلا عندما جاء في إذا سألك عبادي عني فإني قريب. مش كذا، ما فيش حواجز بين في الإسلام اللي هي ده التطور ذاته في الديانات اللي تم. فعشان كده في أثر كبير جدا من المسيحية، من الدولة المسيحية على مجتمعاتنا إلى الآن، لا بد أن تذكر وتبحث بشكل جيد حيث إنه نعرف المشاكل التي يعني إحنا مصاحبانا الآن من الفترة الطويلة في المسيحية. أنا كنت داير ألفت النظر للحتة دي وأنت ذكرتها خلال في تجليات المسألة دي من خلال حتى الممارسات الحياتية الاجتماعية اللي احنا قمنا عليها، يعني الطقوس الاجتماعية بتاعت طقس العرس والطهور، وكيف يتبركوا من النار، وكيف يشيلوا جرائد النخل. صحيح. ايوه، تعميد موجود. صحيح. والى الان موجود. صحيح. ولم يختفي، بل يعتز به في قصصنا وفي شعرنا وفي حركتنا الاجتماعية اليومية. الشيخ بدر طبعا بيحسن الظن بي جدا بأنه أنا أستطيع أن أجيب على الأسئلة دي. يا ريت لو أقدر يعني. لكن السؤال أنا صراحة نسيت صدق الأسئلة. السؤال الثاني قوانين الشافعية. يعني أنا ما متخصص في المجال ده، لكن القوانين الحنفية يعني أنا ما متخصص في المجال، لكن الذي أعرفه تماما أنه الفترة التي حكم فيها الأتراك السودان ما كان في مؤسسة دينية، بمعنى أنه ما فيش مذهب محدد للدولة، والسبب اجتماعي صرف. التكوين نفسه في الجغرافيا الواسعة دي ما كان بيسمح، لأنه في النهاية المذاهب بنت وحدة المجتمعات، ما كانش في وحدة اجتماعية تسمح بأنه، فبالتالي يمكن يستخدم مذهب كذا ومذهب كذا. ده أمر طبيعي للشتات الجغرافي في المنطقة والكذا. مسألة ترسيم المذهب ديات متأخرة جدا، يعني احنا أول لغاية الخمسينات حتى بعد الاستقلال ما في كلام عن أنه مذهب الدولة كذا أصلا. والناس القانونيين بيعرفوا يعني هل الدستور 56 مكتوب فيه بس دين الدولة كده، لكن ما فيش مذهب، يعني ما حتى ما في دستور سوداني أصلا مضمن فيه تعبير المذهب. أفتكر أستاذ حبوب مع محامي كبير. لكن يا أستاذ في الخلاف بين المهدي والعلماء ده الكتاب بتاع عبد الله علي إبراهيم. لكن الخلاف ده أنا عشان أوضح، أنا بشتغل على التحليل الاجتماعي. أنا كتبت كتاب اسمه عنف النخبة في 2018 فيه فصل عن المهدية، وكان تقديري ببساطة شديدة جدا جدا أنه المهدية بعيد عن التفسيرات الدينية وبعيد عن تفسير السياسة. التفسير الاجتماعي كان تقديري ببساطة أنه كان في فضائين اجتماعيين في السودان، في فضاء تم استبعاده وفضاء تم استخدامه. والفضاء النيلي ده اللي خلق بعد كده مقولات الهامش والمركز هو فضاء ابن اللحظة التركية. فانتهى الأمر التوتر الاجتماعي بين المجموعتين، وبالتالي لم يقبل المهدي في شمال السودان، مش لأنه كافر أو لأنه كذاب، لأنه يهدد مصالح الطبقة الاجتماعية التي تحالفت وتجذر وجود الاجتماعي في شمال ووسط السودان، على عكس المنبوذين والمضطهدين والمستبعدين. وده اللي بيفسر لك لماذا كان جيش المهدي يعتمد القوة الباطشة على قبائل من غرب السودان. فقدمت تحليل اجتماعي. السياسة دي الناس بيشتغلوا فيها زي ما هم عاوزين. لكن موضوع الطرق الصوفية، أنا حاجة الموضوع المسيحية يا أستاذنا إن شاء الله. سألت الشيخ بدري عن التصوف. بالتحقيق التاريخي للقادرية أولى الطرق الصوفية التي دخلت، لكنها ما حافظت على تماسكها، فانحلت إلى طرق أصاب. وبالتالي هسه تلقى طرق صوفية كتير بأسماء مختلفة، لكن كلها تقول لك نحن في النهاية خرجنا من الطريقة القادرية. تمام. الأتراك أولوا اهتمام خاص لبعض الطرق الصوفية التي تخدم مصلحتهم السياسية الاجتماعية. مش معنى انه الطرق دي كانت تمارس عمالة ما يعني، لا ده في النهاية في ظرفيات بتحاكم بها الواقع الاجتماعي يعني وكده. فأنا قاعد أقول دائما أنه التصوف في السودان مؤسسة اجتماعية، أي يؤدي وظائف ما نسميه في علم الاجتماع. إحنا لما نقول مؤسسة اجتماعية إحنا ببساطة قاعدين نقول الأسرة مؤسسة اجتماعية.
إذا هناك وظائف اجتماعية تقوم بها الأسرة، من شدة ما مفهوم الأسرة بات رئيسي ومركزي في المفهوم الاجتماعي. التصوف كذلك رسخ إلى أن تحول إلى مؤسسة اجتماعية عندها وظائف. أنا أحيلك وتكون قرأت كتاب طبقات وضيف الله، وده الكتاب الذي يؤرخ اسمه طبقات وضيف الله، وده الكتاب المركزي لتاريخ التصوف في السودان. كمل الاسم عشان الشعراء في الأولياء والصالحين والشعراء وكذا. الكتاب ده مركزي للشخص اللي عاوز يبحث. زمان الأستاذ عبد الله الطيب كان بيسميه قاموس الجهالة. زعلان جدا من الكتاب، يقول لك ده كتاب خرافات لأنه فيه الكرامات، لكن أنا أحيلك له عشان ما أقول كلام غير دقيق. هذا الكتاب يكشف لك عن كيف انبنى السياق الاجتماعي. لما نقول سياق اجتماعي أقصد سياسي واقتصادي وثقافي وديني عبر وظائف الطرق الصوفية في السودان. الطرق الصوفية في السودان كانت جزء من الفضاء السياسي. نظام سلطنة سنار كانت تحالف ما بين التجار وبين الطرق الصوفية، فكانوا موجودين في المشهد السياسي وما اختفوا حتى الآن من المشهد السياسي. لغاية الآن الطرق الصوفية بتمارس أفعال السياسية، وده طبيعي، وده ما امر يعني صحيح الليبراليين لانه بيتكلموا عن الليبراليه مستورد، يقول لك انه دير رجال مش عارف ما يشتغلوا. طبعا ده كلام ما بينطبق على المجتمعات بتاعتنا وكذا، هم عندهم ادوار سياسيه. اذا عندك دور اجتماعي في مجتمع هذا يعني ان عندك وظيفه سياسيه بالمنطق. يعني اذا تمارس دور اجتماعي تجمع مجموعه من الناس، تعمل خلوه، تاكلهم، تشربهم، تعلمهم، ده فعل سياسي قبل ان يكون، لانك حتمارس عليهم سلطه ما، وبالتالي حتكون انت جزء من تشكل الفضاء السياسي. فده امر طبيعي، ما فيش فيه غرابه يعني وكذا. ذكرت استاذنا موضوع محمود محمد طه، وذكرت المسيحيه ولا لا؟ في حاجه اللي قبل المسيحيه عن المسيحيه ذكرتها، تاثير الصوفي في القراءات المعاصره. يعني طبعا الفتره كان الزمن كان قصير عشان يتكلم عن تشكلات الفضاء دي كلها وكذا، لكن احيلك إلى سبنسر تريمينغهام. سبنسر تريمينغهام كتب كتاب اسمه ذا إسلام إن السودان. الكتاب ده أهميته شنو؟ عنده أنا في تقديري 3 نقاط، ممكن يكون أكثر يعني. أولا بيكشف لك عن ويجاوب على أستاذنا هنا كيف تسربت المسيحية إلى إسلام السودانيين. ده سبنسر تريمينغهام. هم 2، سبنسر تريمينغهام وهارولد ماكمايكل، وفي آخرين يعني، لكن أنا بفتكر دائما الكتاب ده هو عمدة. الناس تقرأ كتاب سبنسر تريمينغهام عشان تعرف أنه كيف أنشأ السودانيون إسلاما خاصا بهم، وده طبيعي لأنه الإسلام لما يدخل في كل مكان حيختلط بالظاهرة الاجتماعية وحيعيد إنتاج نفسه مرة أخرى، ليس أمرا ما أمر غريب يعني. في كل مكان يعني الأديان عموما طبيعة أنها لما تدخل في الظاهرة أو تبقى في البنية الاجتماعية بتتأثر بالبنية الاجتماعية، وبالتالي بتعبر عن نفسها بأشكال أخرى. مثلا في التصوف احنا نقول أنه إيه أثر الأديان الأفريقية الأرواحية القديمة. النوبة دي اللي هو بتاعتنا دي، ده احنا مثلا درست أنثروبولوجي بتعرف أن الشعوب البدائية كانت تستخدم النوبة دي للتحذير من الخطر. حيواناتكم عليها أسود مش عارف روحوا يحموها، أيوة، وطرد الأرواح. ففي حضور. الأستاذ محمد أبو القاسم حيام أفرد باب ممتاز في كتاب السودان والمأزق التاريخي، وقدم تحليل نقدي عظيم لقصيدة محمد المهدي المجذوب أشعر شعراء السودان اسمها المولد، وقصيدة لشاعر إفريقي. وحاول محمد أن يجد شاعر إفريقي يتكلم عن الأديان الروحية في إفريقيا، وده المولد النبوي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمد عمل المعالجة والتحليلية، ممكن الناس ترجع لها لأنها الزمن ما حيكفي نقولها كلها، وطريفة ممتازة جدا وكاشفة جدا جدا جدا. لما نقول ثاني ده موضوع الطرق الصوفية والمسيحية. تريمينغهام أهميته أنه أيضا درس الإسلام في نيجيريا. هو قس تريمينغهام قس ظل موجود في السودان لغاية 1948، ظل موجود، وهو رجل أكاديمي ماهر جدا جدا. أول حاجة قدم تحليل لكتاب طبقات وضيف الله ده كمظهر من مظاهر التصوف في السودان، وقدم تحليل للممالك المسيحية القديمة علوة والمقرادية اللي كانت موجودة وكده. لكن في كتب أهم في موضوع المسيحية في السودان. الأب جيوفاني كتب كتاب اسمه دا استواغلو كده يعني بالفرنساوي وبالإنجليزي عن تاريخ المسيحية في السودان. أوكي، اسمه الأب جيوفاني.
انا برضو بحيل الناس له عشان تقراه افضل من انه نقول عنه كلمتين. اسمه الاب جيوفاني، قدم كتاب ممتاز عن تاريخ المسيحيه في السودان. من الملاحظات المهمه جدا، وانا دائما بشير لها يا استاذ، لم تكن المسيحيه دين الشعب في السودان، لا في علوة ولا في مقر، كانت دين السلطه، دين السلطه. وبالتالي لما نشتغل سوسيولوجي تحليل اجتماعي، تاثيره ما حيكون لما تتحول الى دين الشعب. لذلك تاثير البسيط ده، ما الناس، انا بناقش بعض الناس يقول لي المسيحيه دي جزء من الهويه والشخصيه، بقول لهم اذا بتقول كلام على عواهني ما فيش اشكال لكن لو عملت دراسه وفتشت اكيد في اثر بيبقى، امر طبيعي جدا جدا. لكن لو تدرس تاريخ علوة، وانا برضو احيل الناس لكتاب لهارلود كروفورد، كتب كتاب عن تاريخ السودان القديم. كروفورد كتب بالنص انه الجماعة اللي كان بيحكم في علوة وفي المقرة وفي ديل كده كان بيحتفظوا بالمسيحية دي كامتياز للطبقة الحاكمة، وبيمنعوا الآخرين، حتى الكنيسة ما يدخلهاش حد من الشعب. أيوة. لكن ده قد يكون ما متطابق مع إنه الإسلام بدأ دخوله في السودان مع عبد الله بن ابي السرح في لا هو ما عمر بن الخطاب في البدايه، ولكنه لم يصبح دين للدوله حتى 1504. يعني لا ما صحيح، ما صحيح. يعني اولا بدأ جرادولي، ما هو ما فيش غزو تم. لا ما في غزو، لكن التجار بدأوا يدخلوا الاسلام جرادولي، واصبح دين الدوله اصبح دين الدوله. استاذنا يوسف فضل، نعم، عشان نتكلم بالمراجع، استاذنا يوسف فضل عنده تاريخ العرب في السودان وتاريخ الاسلام في السودان. استاذنا يوسف فضل، تفضل دكتور يوسف. وضاحة نبهنا للبروفيسور يوسف فضل لحاجه عظيمه جدا. قال يا اخوانا الاسلام قبل عبد الله بن ابي السرح. ازاي؟ اتفاقيه البقط البند رقم 13، هذا المسجد الموجود عندكم لا تدنسوه. نعم، هذا سنة كم؟ عبد الله السرح في 614. يعني مشكلة معنا كان في مسجد. ايوه ما قلت لك يعني عن نبهنا الاثنين يوسف يا استاذ يوسف. بس للدقه، احنا اذا تكلمنا عن شمال السودان، وفعلا لو رحت قرأت اتفاقيه البقط فيها كلام مباشر وواضح انه المسجد الموجود ده حافظوا عليه. نعم، وده موضوع خلاف طويل. في مسجد يعني سمحوا لهم جزء من المعاهده انه يعملوا المسجد. لا ما يعملوا، النص واضح انه يبقوا المسجد ده ما تدنسوه، النص واضح في الاتفاقيه. وعبد الله ابراهيم حتى خدتها في كتابه. لكن في حاجه ننبه لها صغيره جدا لو سمحتوا لي. احنا نغفل عن انه السودان ما شمال السودان. السودان ما شمال السودان. الاسلام دخل عبر الغرب لدارفور في فترات قديمة جدا، لما نقرأ تاريخ سلطنة كيرا مثلا قبل الفور الأخيرة دي أو كده. فهنا الدقة مهمة. أفتكر أنه الإسلام ما دخل بمكان واحد، ولا عندنا تاريخ محدد لدخول الإسلام. دي يعني دي حتى أفول الدولة الأندلس صاحبوا قيام يعني محمد أبو القاسم حاج محمد بيفتكر في كتابه أنه قيام سلطنة الفونج هو رد فعل على سقوط الأندلس. محمد بيقول كده. نعم. محمد قال انه سقطت الاندلس وتشتتوا، في بعضهم موريسك اللي راحوا اللي طردوهم مش كده، ومشوا تونس ومشوا الموريسكيين الحاله اللي بنعرفها دي او كده يعني. فمحمد مثلا ده زعمه. نعم. محمد بيفتكر انه الفونج هي تعبير عن سقوط الاندلس. في دراسات ثانيه عملوها الناس اللي درسوا سنار. وانا مثلا برضو بحيل الناس لبعض العناوين، بفتكر مفيد برضو. الجلسه ما بتكون كافيه انها نقول فيها كل حاجه يعني وكده. مايكل في تاريخ العرب والسودان كان بيتكلم برضو بصوره مباشره عن انه اقدم الهجرات العربيه الى السودان كانت عبر ميناء عيزاب، افتكر في اريتريا مش كده، في اريتريا وكده. وان مجموعات دي ظلت، فهو بيتكلم عن انه البيجا اول اتصالا بالاسلام. طبعا دي بتلخبط الراس لان بفتكر البيجا دي اخر الناس اتصال بالاسلام. فمواضيع التاريخ ليه بتعمل الاشكال؟ انا اوريك ليه التواريخ بتعمل اشكال. نعم. لانه ما فيش دراسات اجتماعيه. بس الخلاف بسببه انه لو في دراسات اجتماعيه بنفهم ده تاثيره شنو، تاثيره بسيط يعني، ما هو صعب. ذكرت محمود محمد طه استاذنا ولا كان انتهى الكلام؟ افتكر خلاص.
الأديان القديمة. يعني الكتاب نعم بتاع سبنسر بيجاوب على الأسئلة دي أفضل مني كثير جدا، أفضل مني. دكتور ذكرت سابقا في تصنيف اللي أو في دراستكم للسودان، وقلتوا أن هناك 6 أقاليم أو أكثر، 5 أقاليم ثقافية. صحيح. لو توصفها أكثر والفروقات بينها. هذا السؤال أيضا يحيلني إلى سؤال آخر، هو ما هي طبيعة التعايش في السودان، وطبيعة الأقاليم هذه الثقافية المختلفة والأديان المختلفة واللغات المختلفة أيضا، كيف يتعامل الإنسان السوداني؟ هل هناك عنصرية؟ هل هناك فوقية؟ هل هناك شيء من هذا القبيل يمارس عند الإنسان السوداني أو لا؟ شكرا. يعني أشكركم أن جمعتونا بصديق عزيز. يعني أنا في نهاية 2019 تعرفت على شيئين جميلين من السودان. أولهم طبعا صديق العزيز المفكر اللي اعتبره أنا ما شاء الله يعني فخر لنا إحنا كعرب وكمثقفين وكمتابعين. والعمل الثاني بعده مباشرة تابعت فيلم سوداني اسمه ستموت في العشرين. عمل حاز تقريبا رشح لجائزة أوسكار، يمكن بعضكم شافوا، اللي ما شافوا أنصحوا أنه يشوفوا، لأنه يتحدث عن اللي كان يتكلم عنه الآن الشعب السوداني ثقافيا، سيطرة الطرق الصوفية والبقايا الفكر اليساري والقومي ستموت في العشرين. يعني هو باختصار هو الفيلم هو الفيلم عن نبوءة يعني شيخ صوفي. لا ما تحرق الفيلم. لا ده احضر الفيلم يا احمد. بعدين ما تحرق لي الفيلم. بعدين صراع الافكار في السودان والثقافات، وهذا في النتفليكس. ايوه، ورشح الجوائز عالمية على فكرة وترجم. شفته مش حضرته؟ كويس. لا فيلم جميل جدا، ثقافي سياسي تراثي ديني، في كل شيء، إبداع. للمناسبة هو استناد على رواية حمور سوداني، هو استناد على رواية حمور زيادة، عمل سوداني 100%. الجبل. فشيء أنا أصلا بس حبيت أني أشارك أن أحيي. كان عندي سؤال طرق لي قيس عن الهوية السودانية، بس يمكن بس أنا أضيف شوية بحكم أني قرأت شوية اللي كتبه صديق العزيز غسان. الهوية السودانية ميزتها بين كل الهويات العربية مرنة، أنا حسب رؤيتي، مش جامدة، لأن فيها ملتقى ثقافات كثيرة، فيها إرث فكري كبير. ليست لا تقصي يعني أنت عندك يسار، قومي، بعثي، مسيح، مسلم، غير وثني، فالإقصاء فيها صعب إنك تقصي. فيها قبلية، فيها صوفية. ليش السودانيين محبوبين في الوطن العربي؟ لأن جايين من هوية مرنة، هم سهل إن يندمجوا، سهل. إحنا تقريبا في عمان عندنا هوية أنا أعتبرها شوية مش جامدة، يعني هوية متحفظة وكذا، بس نقبل الهوية السودانية لأنها مرنة. أنا من الناس اللي حصلوا قبول كثير بأمانة، وأعتقد أنتم تتفقون معي بهذا الرأي. فالهوية السودانية ويا ريت يكون عندنا متخصصين في الهوية العمانية مثل الأستاذ غسان إنه متخصص في الهوية السودانية. فيها أشياء كثيرة بحر، وأنا أعتقد إنه هو لو خصصنا له حلقة بنستمتع يعني عن الهوية السودانية. فمشكورين وأشكركم على هذه الجلسة. سهلا أستاذ غسان. أنا سؤالي يكمل على سؤال قيس من ناحية أن شخصيا أعتقد ما أن تشكل السودان بشكله الحالي الكلي، طبعا مش الوجود البشري السابق أو الحضارات التي قامت في أجزاء منه، لكن تشكله ككيان سياسي متماسك بما كان عليه آخر 140-150 سنة قد يكون طارئ إلى حد كبير يعني. وهذا يمكن من أكبر التحديات التي ستواجه السودان، وبدأت بأن تسبب إشكالا عليه يعني، منها انفصال السودان والحرب في دارفور والنزاعات الموجودة في أقاليم وهويات مختلفة. ولا أعتقد أنها كانت، يمكن أختلف شوية مع أستاذ أحمد، ما كانت بالضرورة دائما مرنة، يعني كان في محاولة لجعلها كلها في بوتقة واحدة وإذابة الهويات الصغرى في الهوية السائدة يعني إلى حد كبير. لم يكن دائما الاعتراف بالتنوع هو السائد أو الاعتراف بالتعددية هو السائد يعني، للأسف الشديد يعني. ولهذا يعني نرى أن المسار الدموي يصبح نتيجة بديهية لكثير من هذه الممارسات للأسف الشديد. في هذا السياق أنا لدي مخاوف، لا أعلم إن كنت شاركني إياها،
المخاوف التي يحملها أعتقد أنه لا يوجد مشروع ثقافي لسودان موحد، يعني يتفهم فكرة التعددية الثقافية وفكرة التعددية اللغوية والمناطقية والهوياتية. لذلك ما أخشاه هو أنه ليس فقط في سياق انفصال ومؤامرات، لكن واقعيا في ظل غياب مشروع دولة وفي ظل كيان بوحدته السياسية الحالية طارئ. يعني مثلا مصر بهذا التماسك هي موجودة في مراحل كثيرة من التاريخ. مثلا المغرب الأقصى، يعني دولة المغرب بشكلها الحالي موجودة لمئات السنين، يعني يمكن حتى من القرن الإسلامي الأول، يعني وهي موجودة بالشكل الذي نعرفه الآن. يعني بعض الكيانات الموجودة في المنطقة أيضا موجودة لسنين طويلة بما هي عليه، وقس عليها إيران، تركيا وغيرها. يعني ففي ظل وضع اقتصادي متأزم ومنطقة غير مستقرة، أنا أرجح ولا أتمنى ذلك أن يحصل، أن السودان سيواجه مصير صعب جدا إذا لم تكن هنالك نخبة سياسية واعية. انقسامات هائلة قد تجعل أن ما نراه اليوم من هذا الكيان سيتشظى إلى كيانات كثيرة للأسف الشديد. فما هي افتراضاتك لهذا المستقبل القريب، والذي للأسف لا أرى أن هنالك ملامح تبشر بأنه يعني ما أريد أكون سلبي وسوداوي أو أنظر للأمور بأنها لن تكون جيدة، لكن في ظل غياب مشروع الدولة وفي ظل أن الهويات ليست مرنة ولا تعترف ببعضها البعض وتلغي بعضها وتقصي بعضها ودموية وحدية في تعاملها مع بعضها نتيجة الظرف الاجتماعي والسياسي الحاصل، هل تعتقد أنه ستتشظى بشكل أكبر أم أن هنالك مشروع إنقاذ؟ آخر مرة كلمة إنقاذ طرأت على السودان دمرت السودان، يعني غرقت السودان. قد يكون الإنقاذ كان ما بالشكل المناسب. أيوة لا هو أيوة، لكن نتمنى يعني شيء من هذا القبيل. أهلا دكتور. أهلا سيدي. أنا سؤالي قد يعيدك لسؤال دكتور زكريا حول القومية والعرقية أو الثقافة. رأيك بخصوص حركة الأفروسنتريك ودعوى عودة أفريقيا السوداء وتداعياتها وأسبابها، بالإضافة إلى الذي تفضلت به أن عدم التفريق بين الهوية العرقية والهوية الثقافية، وهل اللي هي دعوة التهجير العكسية وهو عودة الأفارقة من الخارج إلى شمال أفريقيا وهي الهجرة وأيضا هجرة الشمال، هل ستحدث وما تداعياتها؟ ورأيك في المستقبل هل لها تأثير على واقعنا العربي؟ بس والله أنا كنت بس عاوز يعني الإشارة اللي ذكر الأخ العلوي، ففعلا أنا بفتكر إنها إشارة مهمة جدا. يعني فعلا السودان يعني حاليا يعني مهدد، يعني أو عدم وجود مشروع نهضوي يعني واضح، يعني بفتكر إنه ده مهدد كبير جدا يعني بالملابسات الحاصلة حاليا. يعني يعني حسب رأيي أنا الخاص يعني برأي إنه في فجوة يعني فجوة ممكن نسميها فجوة حضارية يعني كويس. بفتكر إن يعني الفجوة دي نابعة من شنو؟ إنه صحيح يعني في حركة فكرية يعني بدت في السودان من فترة ما بعد الاستقلال، لكن يعني ما تبلورت في مشروع ثقافي فكري واضح يعني. ومعظم المثقفين السودانيين يعني مسيطر عليهم السياسة أكثر من يعني النشاط الفكري العميق يعني. فده أنا بفتكر إنه هو السبب الأساسي في عدم تبلور مشروع نهضوي يعني فكري عميق يعني يمكن يعني تبنيه وكده يعني. فافتكر انه النقطه دي مهمه يعني. صحيح. ايوه صحيح. والله نحن سعيدين جدا يعني بلقائك الليله، الله ده شرف كبير يعني. شكرا يا سيدي. انا عندي نقطه عاوز اشاركك معك. تفضل. في اللي هو المساله بتاعت دائما
تدفع أول حاجة. ندفع عليه. السودان دائما نحن يعني عارفين جيل بعد جيل إنه في المشكلة هي ما زالت هي موجودة، مشكلة الأحزاب السياسية. أيوه. هي المسألة بتنقسم إلى جزئين. القبلية في السودان أصلا هي مسألة باقية يعني. صح. المسألة السياسية أنا شايف إنه النظرية هي المشكلة الأساسية. يعني أنا من رأيي إنه يجب أن تكون هناك حكومة تحتوي المسألة دي كلها. صح. يعني المسألة بتاعت الحزب وحزب يجي يمسك الدولة ما زال حيكون في نزاعات في السودان. فأنا من وجهة نظري إنه السودان ده لازم يعني الناس بس ما تقول أنا زول كوز كده، لكن عادي. انت لا هي شتيمه ولا شنو؟ هي ما شتيمه، لكن انا دائما بتكلم مع الناس بقول لهم يا اخواننا اما ده حاله زي زول اللي يقول لك انا شيوعي اعوذ بالله، ما هي دي شتيمه الشيوعي يعني؟ ما نفس المنطق يعني. فانا شايف انه حكم العسكر افضل يعني هو افضل. ليه؟ لانه حقيقه يعني احنا بنحتاج. زعلوا منك يا جماعه. انا شايفه في السودان حاصل ده التنوع الحزبي صراحة عامل المشاكل هو الديمقراطية ما مسألة شوية كده حتحل يعني. المشكلة حتكون ماشية معاهم لفترات طويلة يعني. صحيح. صراحة هي الأسئلة كثيرة يعني التي دارت يعني وكذا. لا ابدأ من قيس. قيس كان بيتكلم عن اللي هو الأقاليم. شوفي طبعا هو التقسيم ده بتاع الأقاليم الثقافية ده هو تقسيم في الأنثروبولوجي بيعتمد على جملة عناصر لكل إقليم، الخصائص التي يعني تجعله قائم بذاته. أحيانا الأنثروبولوجيين بيستخدموا عنصر العرق ده للتمييز بين المجموعات يعني، ده مفهوم يعني وكده. لكن واقع الحال الخمسة أقاليم دي هذا لا تعني أنه في 5 سودانات يعني مش بتعني ذلك يعني، لكن بتعني شيء آخر، أن هناك تنوع كبير جدا ثقافي وهوياتي بطبيعة الحال في جغرافيا السودان. هذا التنوع أنا دائما بستخدم تعبير مزاج. إحنا عندنا أكثر من مزاج سوداني في الشرق والغرب والشمال والوسط وكذا. الأمزجة دي الذي فشل فيه المثقفين عموما، المثقفون والنخبة إذا كان في نخبة يعني، وفي نخبة ما بيطلع، أنهم ما استطاعوا أن يحولوا هذا التنوع إلى معنى عام. طبعا ما مطلوب في فكرة الدولة أن يتحول التنوع ده إلى حالة واحدة. ذات التفكير راديكال ما صحيح. اللي بيحصل أنه الدولة الحديثة بتقول أن هي حالة من حالات التوازن يعني مش كده بين المجموعات. اللي بيحصل دائما أنه فكرة الدولة قائمة على معنى المواطنة. معنى المواطنة شكل من أشكال التنازل عن الخصوصية الهوياتية دي لمعنى عام لصالح عام مش كده. ده المواطنة بتصنع كده، أنها ما بتلغي الهويات ولا بتقفز على التنوع ولا بتقول بأنه ما فيش تعدد، لا بتقول أنه اللي بيحصل بشكل أو بآخر أنه هذه المجموعات المتنوعة المتعددة مختلفة الأمزجة تجد حقها في التعبير عن هذه الهوية التي تخصها، ثم لما تجد حظها وحقها تتنازل عن جزء من هذا المعنى لصالح معنى عام. احنا كلنا نتكلم عربي ليه في السودان؟ عندنا لغات ثانية، لكن في النهاية طواعية جرى هذا التوافق. في بعض الدراسات أنه العربية فرضت في مناطق النوبة ونحن نقرأ الكلام ده، لكن ده موضوع. فمش معناه أنه في 5 سودانات. الواقع أنه وده طبيعي في دولة ما بعد الاستعمار، ما حالة سودانية. دولة ما بعد الاستعمار هي دولة التنوعات المقطوعة دي يعني كده. والدليل على كده أن المجموعات القبلية الموجودة في جغرافيات مختلفة يعني نوبة هنا، النوبة في مصر، قبائل في غرب السودان، في السودان وفي سنترال أفريكا وفي تشاد هم ما راعوا الأمر ده، وده كان مقصود. أنا ما بفتكره مجاني. كان يريد الاستعمار أن هذه الحدود تظل بحاجة دائمة إليه أن يتدخل. مفهوم يعني ده بالنسبة لنا مفهوم. الأسئلة كثيرة. أنا مقدر التعايش. هو طبعا موضوع التعايش ده عنده مظاهر. الناس بتفتكر دائما أنه عندها صورة نمطية عن نفسها. دائما الشعوب بتصنع صور، والصور دي ما بتكون حقيقة يعني، أو ما بالضرورة تعبر عن الحقيقة الاجتماعية. أنا من الناس اللي بيقولوا أنه لا يوجد مجتمع عربي
حتى الآن حقق المعنى الأصلي الذي نقصد بالتعايش. ده تقديري، ده تقديري الخاص. هنا نسبة، هنا نسبة، هنا نسبة، هنا نسبة، لكن ده مش موضوعنا. السودان، هل نستطيع أن نصف السودان بأنه مجتمع متعايش؟ نعم، دي حقيقة اجتماعية وعندها مظاهرة. هل في مجتمع خالي من العصبية؟ لا، ما في مجتمع خالي من العصبية، والعصبية درجات. العصبية نفسها في عصبية ثقافية، في عصبية عرقية، في عصبية قبلية، ودي اللي بيظهر تجلياتها فيما نسميه قنوات الاتصال الاجتماعي مع بعض، في الزواج، في السكنة، في الزي، في كذا. دي بتكشف لك عن مستوى تعايش المجتمع. اوكي، فدي فيها يعني كلام كثير جدا 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 احنا بنقوله. انا مقدر الاحساس بالخطر، والاحساس بالخطر درجة جيدة من الصحة، مش سيء او كده. بس داير اقول انه الصراع اللي داير الان، اذا الكلام عن دلوقتي يعني، هذا ليس صراعا عرقيا قبليا في السودان ولا ثقافيا ثقافي. دي درجة اكيد ما هوياتي، هي بتستخدم. لا تعال، يعني انا والله رايي ببساطه شديده انه الصراع على السلطه هو صراع على السلطه قبل اي شيء وبعد اي شيء. يستخدم بعد كده ما يخدم غرضه، وده موضوع ثاني. يستخدم اليات الثقافه ومظاهرها ليعزز مطامعه، فهو في النهايه صراع على السلطه، وهو اللي عنده قدره وقابليه انه يستخدم معنى ثقافي، معنى اجتماعي، معنى ديني. حتى الجنوب ما كانش صراع عرقي بين الشمال والجنوب، كان صراع سياسي. بعد ذاك هو استجلب ما يستجلبه ليخدم مشروعه السياسي. يجي جون جيرن مثلا يقول انه الاسلام والمسيحيه، العرب والافارقه، لكن ده ما جوهر المشروع. الصراعات السياسيه عندها قدره بانها تعيد توظيف كل المعاني دي لمصلحه، لكن في التحليل هذا صراع سياسي. بس المخاوف انا ما بنكر انه انا بشعر بالمخاوف وينبغي ان اشعر بها، لكن دي وللسودانيين الكلام. تذكرت وجود مشروع وطني مش كده ويجمع الناس وكده. هو واقع الحال انه ظل السودانيين من العشرينات والثلاثينات لغايه الان بيستخدموا عباره كده عجيبه جدا. يقول لك لا، من العشرينات، من بعد الاستقلال، يقول لك وطن جامع. التعبير ده يجمع الناس كلها في الوقت اللي هم لم يستطيعوا ان يعززوا او يحققوا معنى الوطن اولا، ثم بعد كده يفتشوا في انه يجمع منه ويخلي منه يعني وكده. يعني فكره الوطن، انا لما اقول فكره الوطن ما بتكلم عن المعنى الوجداني الجمالي عند الناس، بتكلم بالمعنى السياسي القانوني، تنظيم. والامر ده ايضا ليس سودانيا فقط. احنا عندنا دول عربيه كثيره جدا طائفيه يعني، وزالت تعاني من انه ما استطاعوا يعملوا مواطنه، لكن احنا ما بصدد الحديث عنهم، يعني حديث عننا احنا بس. انا متخوف نعم، لكن انا ما متخوف بمعنى انه يعني منتظر انه تنتهي الى ويحصل. لا ما بفتكر ده ما شغل الشخص اللي بيشتغل في الافكار. واقع الحال انه الصراعات السياسيه استطالت، تعانفت، عملت كل اللي بتعمله. في النهايه بتحصل فيها حالات تسمى حالات توازن الضعف، بتفقد قدرتها بعد ان تستغل كل المعاني دي. حاولوا في بدايه هذا الصراع ان يصوروه صراع عرقي. الموضوع ما اشتغل كويس، ما فيش مفعول يعني. قاموا نقلوا لجهه ثانيه، دوله 6 و5. فالصراع السياسي من النوع ده ما بيستمر. ودي قناعتي الشخصيه. انا جلست في الحرب شهور يعني وخرجت بعجوفه، يعني ده موضوع شخصي يعني وكده. لكن بعد ما فقدت ابدا بانه هذا النوع من الصراع ما بيستمر. عنده تاثيرات بطبيعه الحال، لازم عنده تاثيرات. هل ممكن يصل الى حد انه يعمل جغرافيا يفصل البلد؟ ممكن. يعني الزول ما بيرفض الحاجه وبيقبلها من منطق لايك وديسلايك، يعني ده ما المنطق في التحليل. المنطق تفكر في الظاهره الان. انا الان انظر لهذا الصراع انه ماشي لنهاياته. الكلفه اللي بتندفع دي لابد ان تصبح رصيد يستثمر مره اخرى وكده. وده كلام في السياسه افتكر طويل يعني وكذا. فانا والله شاكر لكم جدا يعني. شكرا دكتورنا العزيز. نصل الان الى نهايه هذا اللقاء الجميل. هذه
الأمسية السودانية الماتعة الله يسلمك. واللي تلامس يعني فكرنا، وكذلك تلامس محبتنا للسودان وأهل السودان. شكرا دكتور عثمان علي غسان علي عثمان، وإن شاء الله تعالى نرجو الله أن يكون بيننا لقاءات أخرى. فهذه المحاضرة بنفسها أثارت الكثير من الشجون التي تدعونا إلى الحديث، لولا يعني الوقت المحدد. صحيح. شكرا لكم جميعا أيها الضيوف الكرام. شكرا. والشكر كذلك موصول لأستاذنا بدر العبري وقناته أنس، وأيضا الأستاذ إبراهيم السلطي ولمكتبته الجميلة قراء المعرفة ولصالونه الثقافي. الشكر للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يبارك.